ما زلنا مستمرين مع حضراتكم في يوم جديد، والفقرة الأولى النهاردة هنتكلم فيها أكتر عن الجهود التي تبذلها مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية. الحقيقة إن في جهود مكثفة بتبذلها مديرية الطب البيطري بالشرقية بإداراتها المختلفة من أجل تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وبالتالي كان ضروري ينورني ويشرفني اليوم السيد اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية. أهلا بحضرتك يا فندم. شرفنا بحضرتك وتشرفنا ببرنامج يوم جديد، ودايما دايما برنامج يوم جديد يكون في كل حاجة جديدة سواء في الطب البيطري وفي كل مناحي المختلفة. شرف لنا يا فندم وجود حضرتك معانا النهارده. الحقيقة إن في جهود كبيرة بتبذل في الشارع الشرقاوي من مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، ولكن خلينا طالما النهارده 7/9 والسبت القادم هو 9/9 عيد محافظة الشرقية، العيد القومي لمحافظة الشرقية، وكمان هيكون في مهرجان الخيول العربية في دورته ال27 اللي هيقام بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة الشرقية. فخلينا نبدأ بالأحدث وبالأهم دلوقتي، الحدث اللي أكيد حضراتكم شغالين عليه بقالكم فترة، محتاجين نعرف جهود مديرية الطب البيطري في الشرقية في هذا الحدث الهام واللي هيقام بالتزامن مع الأعياد القومية للشرقية. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وأهل الشرقية بخير وصحة وسعادة. زي ما قلت حضرتك يوم 9 هو العيد القومي لمحافظة الشرقية، وهو عيد الفلاح، ولنا الفخر أن محافظة الشرقية ثالث أكبر محافظة من حيث التعداد ومن حيث المساحة، أن يبقى العيد بتاعها يوم 9/9 وموافق لعيد الفلاح. محافظة الشرقية بتدشن خلال شهر سبتمبر مهرجان الشرقية للخيول العربية. هذا المهرجان اللي هو خلال الفترة الأخيرة بقى ليه مكان على الساحة على المساحة السياحية، سواء كان سياحة رياضية أو سياحة ثقافية. الوزارات الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة بتشارك محافظة الشرقية من خلال هذا المهرجان. مهرجان الخيول العربية بمحافظة الشرقية اللي هو هيكون افتتاحه يوم 27/9 بإذن الله القادم، وسوف يكون في اليوم الأول هو يوم جمال الخيول، مسابقات جمال الخيول، واليوم الثاني اللي هو 29/9 يوم أدب الخيول أو مسابقات أدب الخيول. دور الطب البيطري يبدأ من هنقول بيبدأ المهرجان 27/9، احنا بادين قبله بشهر بيكون هناك إشراف طبي بيطري على أماكن إيواء الخيول. الخيول اللي هتيجي دي هيبقى في أماكن إيواء. هذه أماكن إيواء الخيول دي لازم تكون معدة بطريقة معينة بحيث أن لا تصيب الحيوان، وأن الحيوانات تبقى يكون فيها التهوية تكون فيها مناسبة عشان لا تصاب خلال فترة المهرجان بأي مرض تنفسي. طب كمان بالنسبة لمضمار السباق، مضمار السباق لابد أن يكون مستوي عشان هذه الخيول لا يتم إصابتها أثناء مراجعته. هي مهمة طبعا مهمة قوي 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 مع شركاء النجاح سواء في مدينة بلبيس أو محافظة الشرقية. لابد يكون هناك اهتمام بهذا المضمار ومراجعته، بالإضافة كمان للخيول اللي يتم تسجيلها في هذا المهرجان. لابد يكون مراجعة أوراق الثبوتية بتاعت هذه الخيول، مراجعة شهادات التحصين بتاعت هذه الخيول، شهادات التشبيه بتاعت هذه الخيول، باسبورات هذه الخيول لو كانت هي بتسافر بره أو غيرها بالنسبة للتحصين. فيتم هذه مراجعة عن طريق الطب البيطري بمحافظة الشرقية. أثناء المهرجان هناك إعداد لمشاركة الطب البيطري أثناء المهرجان. الشق هنقول الثقافي، وهناك شق طبي. الشق الطبي هناك لجنة طبية بيطرية من مدينة من الإدارة البيطرية ببلبيس موجودة لعلاج أي حالة طارئة داخل المهرجان. بالإضافة هناك لجنة من الأطباء البيطريين المتميزين من كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق مع عربة إسعاف مجهزة لنقل الخيول في حالة الإصابة المفاجئة وغيره. الجزء الثقافي اللي بقول لحضرتك عليه ان مهرجان الشرقية طبقا لتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية خلال ال3 سنوات السابقة متغير.
كل سنة مهرجان الشرقية يتحول إلى العالمية خطوة بخطوة بإذن الله بإذن الله. هناك بارتيشن للطب البيطري داخل هذا المهرجان بيتم فيه عرض جهود مديرية الطب البيطري محافظة الشرقية. هذا الشق الأهم هو جهود الدولة من أجل صناعة الحصان العربي المصري الأصيل، ودي توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هناك مجهودات للدولة بتقوم بها، في كثير من الناس لا يعلم بها، فهو الأولى أن يعلم بها هم من يولي اهتمام بتربية الخيول اللي هم أهالينا من المرتادي هذا المهرجان، فبنعرض عليهم جهود هذه الدولة. المعمل المرجعي للتلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة، هذا المعمل اللي هو موجود في المستشفى البيطري للقوات المسلحة، بالإضافة كمان إلى المحجر الطبي البيطري الموجود داخل مستشفى البيطري للقوات المسلحة. فالقوات المسلحة ورجالات القوات والضباط هيعرضوا بأنفسهم جهود القوات المسلحة وجهود الدولة من أجل صناعة الحصان العربي المصري الأصيل. كنت عايز أؤكد على هذه الجملة أن الجهود دي من أجل استمرارية وجود نسل من الحصان العربي الأصيل طول الوقت. عايز أقول حاجة، احنا بنتكلم على خفض الفاتورة الاستيرادية وزيادة وزيادة التصدير. فالحصان العربي بقى عملة وبيدخل لنا من العملة الصعبة في بيع هذا الحصان إلى الدول الخارجية. دي حاجة عظيمة جدا جدا. طيب الجزئية الثانية اللي خلينا نتكلم عنها النهاردة مع حضرتك هي القوافل العلاجية اللي بتقدم من خلال المديرية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها. القوافل دي بتكون فين؟ على مدار كام يوم؟ بتخدم مين من أهالينا في الشرقية؟ هتسمح لي إن أنا أشكر تلفزيون القناة ومراسلي تلفزيون القناة اللي هم بيبقوا متواجدين معانا في هذه القوافل العلاجية. هذا حضرتك بالأمس كنا في قافلة علاجية في مركز بلبيس في بني صالح في مركز بلبيس، فكان يعني حضرتك مراسلين تلفزيون القناة بيوصلوا معانا إلى الأستاذ عادل الدالي كان موجود معانا في هذه القافلة وتغطية هذه القافلة العلاجية. فبنشكر حضراتكم على تغطية هذه القوافل العلاجية في الأماكن البعيدة والنائية. القوافل العلاجية هي برضو من أحد توجيهات الرئاسية اللي هي رعاية الحيوانات لأصحاب اللي هي المحتاجين أو الأكثر احتياجا، اللي في القرى الأكثر احتياجا. فهذه القوافل العلاجية الطبية البيطرية المجانية. تمام حضرتك. هذه القافلة العلاجية اللي كانت بالأمس حضرتك اللي هي موجودة في بني صالح كان فيها ده مجهودات الأطباء البيطريين بيقوموا بعلاج الحيوانات مجانا داخل هذه وصرف الأدوية مجانا. وكان هناك جديد في هذه القافلة العلاجية ان احنا بنسجل ونرقم الحيوانات مجانا. هناك خطة في الدولة لنكون الثروة الحيوانية داخل جمهورية مصر العربية ثروة معلومة الأرقام، لنقدر نتحافظ على هذه الثروة الحيوانية واللقاحات والأمصال وتدبر هذه اللقاحات والأمصال، ومصر تبقى خالية من هذه الأمراض الوبائية خلال عام 2030. فإن يكون كل حيوان داخل جمهورية مصر العربية مرقم فده شيء جميل قوي. فأول قافلة علاجية داخل محافظة الشرقية ندشن فيها التسجيل والترقيم المجاني لأهالينا من صغار قاعدة بيانات في محافظة الشرقية ويتكرر ده في المحافظات، فتبقى الدولة عندها قاعدة بيانات تخص الماشية اللي موجودة عند الفلاحين بالظبط كده، مش اللي تخص الماشية الموجودة عند الدولة. ليه احنا بنقول بنسجل ونراقب؟ عشان زي ما حضرتك مع يعني ان الرقم القومي، هناك رقم قومي للحيوان بتقدم خدمات لهذا الحيوان بهذا الرقم داخل الوحدات البيطرية. صحيح. بيتم تقديم خدمات بهذا الرقم الحيوان. عايز اقول لحضرتك ان هذه القوافل العلاجية احنا داخل محافظة الشرقية ومن خلال حياة كريمة المرحلة الأولى والمرحلة الثانية احنا عملنا حوالي 18 قافلة علاجية من 1/1 لغاية أمس. هناك قافلة علاجية أخرى يوم السبت القادم في 18 قافلة في 9 شهور الأولى من السنة. هناك بإذن الله ضمن حياة كريمة. هذه القافلة العلاجية بنحاول نوصل الخدمة لأهالينا في الأماكن اللي ما فيهاش وحدات بيطرية، فبدأنا نقدر نوصل الخدمة عن طريق الأطباء البيطريين المتميزين. بيؤدي هذه الخدمة عن طريق برضو بتعالج أمراض البطنة وأمراض الجرحى في عمليات جراحية بتقام في هذه القوافل العلاجية، بالإضافة إلى علاج جميع الحيوانات من الطيور والأغنام وغيرها. بالإضافة كمان دي بقى الندوات والجولات الإرشادية.
دي الجزئيه الثانيه اللي كنا الجزئية لسه هنتكلم. بتاعت الندوات لكن القوافل العلاجيه، علشان نختم الجزئيه دي، هو على اي اساس بيتم اختيار المكان اللي بتوجه ليه القافله العلاجية؟ بتوجه القافله ليه المكان، بيختار المكان اللي هو بعيد عن الخدمه الطبيه البيطريه والوحدات البيطريه المحتاجه. في الاماكن الاكثر احتياجا بنوجه احنا نروح لهم زمايلنا، وده طبعا بمساعده يعني ممكن منظمات المجتمع المدني، الاحزاب السياسيه، كمان جامعه الزقازيق برضه بنتعاون معها من اجل اجراء هذه القوافل العلاجيه البيطريه المجانيه. كويس. تقريبا بتخدم كام راس ماشيه او كام حد من الفلاحين بيكون عنده راس ماشيه بيتم خدمتهم في القافله الواحده؟ حضرتك اخر قافله علاجيه احنا خدمنا حوالي 3000 راس ماشيه، وبالاضافه الى الدواجن وغيرها، ومن الجميع ده في القافله الواحده، داخل القافله الواحده، وما بين بطنه وجراحه وسونار وبيستخدم احدث الاجهزه داخل هذه القافله، وكل اجهزه متنقله. كل حاجه بتتم في مكان اللي موجود فيه الحيوانات، كلها بورتابل بتتنقل، وبالاضافه كمان الادويه البيطريه المجانيه. صحيح. طيب نروح للجزئيه الثانيه، وهي الندوات والحملات التوعويه الارشاديه، وهنا بنتكلم عن الحمله القوميه الثانيه للتحصين ضد مرض الحمى القلعيه والوادي المتصدع، والتي بدأت عملها في 15 يوليو 2023، لسه من شهرين تقريبا. طبعا من ضمن أولويات الهيئة العامة للخدمات البيطرية تحت قيادة سيادة اللواء دكتور إيهاب صابر هو حماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، ده عن طريق 5 حملات قومية بتتم خلال عام، منهم 3 حملات ضد الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع، حملة ضد الجلد العقدي، وحملة ضد طاعون المقترات الصغيرة. الحملة اللي احنا بنقول ليها الحملة الثانية ضد مرض الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع، زي ما حضرتك تفضلت مشكورا، بدأت يوم 15/7. احنا النهاردة قد تم تحصين عدد 250 ألف رأس ماشية ما بين الأبقار والجاموس والأغنام الماعز داخل محافظة الشرقية. بيتم هذه الحملات عن طريق 180 طاقم طبي بيطري، 180 طاقم طبي بيطري منتشر في محافظة الشرقية من أقصاها لأدناها. بيتم الانتقال من بيت لبيت، بننتقل من بيت لبيت عشان نتأكد أن معظم الحيوانات داخل محافظة الشرقية تم تحصينها ليصل التتر المناعي لأعلى مستوى له، ليكون حائط صد مناعي ضد هذه الأمراض وضد هذه الأوبئة. بيسبق هذه الحملات الندوات الإرشادية اللي حضرتك شايف أطباء البيطريين بينزلوا بقى لأهالينا من صغار المربين، وعن طريق الجولات الإرشادية بنبدأ نقول لهم قبل الحملة وأثناء الحملة أهمية التحصين ضد هذه الأمراض، وأن التحصين ضد هذه الأمراض بيقي الثروة الحيوانية للمربي وبيزيد الاستثمار في هذه الثروة الحيوانية. الحمد لله داخل محافظة الشرقية احنا أهالينا عندهم وعي كامل بأهمية هذه الحملة، فبيبادروا بتقديم حيواناتهم للتحصين ضد هذه الأمراض والأوبئة. دي حاجة عظيمة جدا جدا. لكن جزء هام من دور المديريات الطب البيطري بشكل عام هو الرقابة، الحملات الرقابية اللي بتقوم بها مديريات الطب البيطري في الشرقية لضبط سوق الدواء. فعايزين نعرف الجهود المبذولة في هذا الجزء. عايزين نبدأ الموضوع بأحد الثوابت. أن الطبيب البيطري هو خط الدفاع الأول لصحة الإنسان قبل الحيوان. صحيح. لما نتكلم عن الدواء البيطري احنا بنتكلم عن الدواء البيطري وتأثيره على الإنسان. هذا الدواء البيطري بيبقى ليه متبقيات، هذه المتبقيات داخل أنسجة اللحوم، هذه المتبقيات داخل أنسجة الدواجن، هذه المتبقيات داخل البيض اللي بيتاكل عن طريق أطفالنا، وداخل اللبن كمان. فبالتالي بتنتقل هذه المتبقيات من للإنسان، فبالتالي بيبقى ليها آثار وخيمة. فبالتالي دور الطب البيطري هو المرور الدائم على مراكز بيع هذه الأدوية البيطرية وحتى العربيات المتنقلة. احنا خلال الشهر اللي فاتت عملنا 6 حملات. حضرتك احنا في 6 معارض تم المرور عليها، بالإضافة إلى عربية متنقلة لبيع الأدوية البيطرية. عايز أقول لحضرتك إن تم ضبط حوالي 90 صنف دواء وعدد 900 عبوة من الأصناف المنتهية الصلاحية المحظورة المجهولة المصدر، اللي هي بيبقى تأثيرها بيبقى تأثير الأدوية العادية بيبقى ليها متبقيات، ما بال حضرتك بقى بالأدوية مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية بيبقى ده تأثيرها. ده بيتم عن طريق شركاء النجاح بمساعدة من شرطة المسطحات، الرقابة التجارية، حماية المستهلك، الرقابة الإدارية.
موضوع مهم. يمكن حد ممكن يغفل قصة ان الدواء اللي بياخده الحيوان هو هيرجع تاني للإنسان بشكل أو بآخر، فلازم يكون فيه ده انا عايز اقول لحضرتك حرص في في الجزئية حاجه دي. ابعد من كده، عن طريق مخلفات الحيوان وروث الحيوان وتبقيات الدواء بتنزل التربه بتنزل التربة وتبقى كمان. فيها متبقيات في فهي رايحة للنبات. الحاجات بالظبط كده في النبات. فخط الدفاع الاول دي جمله لا يستهان بها الحقيقه في الدور اللي بتقوم به مديريه الطب البيطري في الحملات الرقابيه. ولكن الجزء الاهم او الجزء كمان اللي احنا عايزين نتكلم فيه اكتر، بس انا كان لافت انتباهي حاجه مهمه جدا، ان الطبيبات طول الوقت بيكلموا اهالينا من الفلاحين المربيين. عايز اسال على مدى استجابه الناس لهذه الحملات. عايز اقول لحضرتك الوعي داخل المواطن الشرقاوي هو كبير قوي قوي، لان احنا عندنا محافظه الشرقيه المحافظه الاولى في الانتاج الحيواني، المحافظه الاولى في الانتاج الداجني، فبالتالي الاهتمام بيبقى كبير قوي قوي، حتى من ربات البيوت داخل القرى بيقوموا بتربيه هذه الدواجن وتربيه الحيوانات فبالتالي هناك علاقه وطيدة ما بين الطبيب البيطري، وخاصة احنا عندنا العنصر النسائي عنصر متميز قوي من الطبيبات البيطريات داخل محافظة الشرقية، متميزين جدا 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 جدا، والاطباء البيطريين طبعا متميزين، ولكن احنا بنقول عندهم قدرة في الاقناع، قدرة ان هم يقدروا يتواصلوا مع صغار المربين، يتواصلوا مع الباعة الجائلين، يتواصلوا مع في الاسواق، منتشرين في الاسواق، والاهالي والناس متواصلين كمان في المدارس. ما هو هذا الطفل او هذا التلميذ هو مؤثر في الاسره الصغيره، ممكن ينقل للاب اهميه فاحنا بنوصل حتى حضرتك مدارس الكيجي. تخيل بنقول لهم الطبيب البيطري اللي هو بيكشف على القطه وبيكشف على الكلب اللي هو بالنسبه للبيت انيمال، اهميه الطبيب البيطري في الكشف على الاغذيه وان هو بيكشف على كل ما هو منتج ذو اصل حيواني، اهميه الطبيب البيطري بالنسبه في الحملات القوميه، اهميه الطبيب البيطري من اجل الحصول على كوب لبن امن. وهذه هناك يعني عايز اقول لك يعني كثير من المشاريع اللي داخل المشاريع الرئاسيه بيخش فيها القاسم المشترك الطبيب البيطري في جمهورية مصر العربية. صحيح. من ضمنها هذه الحملات القومية اللي بتدشن المشروع القومي للتسجيل والتلقيم، مراكز تجميع الألبان وغيرها من هذه المشاريع. مجهود هايل طبعا، لكن كمان في جزئية هامة الحقيقة مصدقنا حضرتك تكون موجود معانا النهارده. الجزئيات اللي تخص مديرية الطب البيطري تحديدا في أي مكان، وخصوصا في الشرقية دلوقتي عشان حضرتك مشرفنا ومنورنا، جزئيات هامة جدا، لأن هي كلها متعلقة بالغذاء ومتعلقة ب زي ما قلنا يا اما الغذاء اللي بيروح للإنسان يا اما حتى التربه والنبات اللي هيطلع منها بعد كده. ففي الاخر هي اهم حاجه محتاجين نركز معاها. في جزئيه هامه هي ليها علاقه بالمجازر الآلية. في الدوله بتقوم بجهود كبيره لانشاء واحلال وتجديد المجازر الحكوميه لتواكب ايضا المجازر العالميه في المواصفات، وهنا بنتكلم عن ما يقدم من خلال المديريه من جهود لرفع كفاءه وتطوير المجازر. طبعا هذه الجهود ضمن منظومة الدولة والتوجه الرئاسي، توجه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحصول على لحوم حمراء آمنة من خلال إنشاء أو تحويل المجازر اليدوية إلى مجازر نصف آلية. عندنا في محافظة الشرقية 26 مجزر يعتبر يدوي أو نقطة ذبيح. احنا داخل محافظة الشرقية تم إنشاء وجاهز للافتتاح بإذن الله في الشهور القادمة 4 مجازر. مجزر العمومي لمدينة الزقازيق زي ما حضرتك شايف، مجزر ديار بمجل، مجزر فاقوس. هذه المجازر اتعملت من، عايز اقول لحضرتك يعني مش احلال وتجديد، لا اتعملت من اول وجديد. عايز اقول لحضرتك صروح جميلة زي ما حضرتك شايف كده. عايز اقول لحضرتك الحيوان تحقق في هذه المجازر كثير من الحاجات اللي احنا كنا نفتقدها. اول حاجة ان الحيوان يتم ذبحه طبقا للشريعة الإسلامية طبعا، وطبقا لأن الحيوان ده له حقوق، ان لا يعذب هذا الحيوان اثناء الذبح. فهناك صندوق بتبقى موجود لذبح هذا الحيوان. بعد كده الحيوان ده بيتم سلخه عن طريق معدات حديثة عشان اقدر الجلد ده يبقى جلد جود كواليتي، فبالتالي نقدر بإذن الله مصر تعود إلى ريادتها في صناعة الجلود مرة أخرى. بعد كده حضرتك بحيث ما يتمش إهدار الجلد بالظبط كده. حضرتك المخلفات بتاعت هذا الحيوان بداية من الدم
ان الدم ده بدل ما بيختلط ويلوث الصرف، لا الدم بيتم تجميعه في صندوق لتجميع الدم ويتم الاستفاده منه يوميا كمصنعات اعلاف. حضرتك بعد كده الكركس نفسها او الذبيحه نفسها بتخط في الثلاجه عشان يحصل لها تيبس، عشان بعد كده تتم نقلها عن طريق عربات مبرده للجزارين وغيره. وكمان ان المخلفات هذه الحيوانات بيتم تجميعها يوميا لصناعه حضرتك بالنسبه للفرتلايزرز او المسمدات وغيره. فده عايز اقول لحضرتك دي نقله حضاريه من اجل الحصول على لحوم حمراء امنه. ايه اللي عليه الدور في افتتاحه، او ايه اللي تم تجهيزه بالفعل الفتره اللي جايه في محافظه الشرقيه؟ هيتم افتتاح اكتر من مجزر في الفتره باذن الله داخل زي ما قلت لحضرتك هناك 4 مجازر: مجزر الزقازيق، مجزر فاقوس، مجزر ابو كبير، مجزر ديار بنجم كمرحله اولى طبقا للتعاون بين وزاره التنميه المحليه ووزاره الزراعه والهيئه العامه للخدمات البيطريه. طيب جزئيه المجازر عشان برضو اهالينا يبقوا عارفين، هل المجازر دي حكوميه للاستخدام الحكومي ولا الاستخدام اللي اي حد عنده ذبيحه ممكن يروح يذبح هناك وياخد ويجهز ويقطع؟ لا حضرتك احنا فاتحينها لاهالينا كلنا في اي وقت. المجزر بيفتح من 6 صباحا. لو انت حضرتك في عيد الاضحى السابق 26 نقطه ذبيح داخل محافظه الشرقيه كانت مفتوحه بالمجان طبقا لتعليمات معالي الاستاذ الدكتور ممدوح غرام. مفتوحه بالمجان لاهالينا انه يذبحوا ضحاياهم الاضحيه قصدي داخل المجزر ببلاش. يتم فيه اشراف طبي بيطري، كشف قبل الذبح وكشف ما بعد الذبح. حضرتك احنا كنا بنقفل المجازر حوالي 8 مساء خلال 4 ايام التشريق في العيد الاضحى المبارك. فدي معلومه مهمه جدا ان اي حد من اهالينا يقدر يتجه لمجزر لالي حتى في عيد الاضحى عشان يذبح الذبيحه بتاعته. والتعليمات كانت ان هو كان مجانا عشان التقليل طبعا حضرتك عارف التلوث والقاء البقايا. وانا بحمي البيئه كمان، يعني انا بوفر خدمه للمواطنين وبحمي البيئه وبحمي حاجات كتير جدا، خصوصا ان الناس بتذبح على امام المنازل، فالشوارع كلها بتكون مختلطه رمال، مختلطه بدماء، مختلطه بتنظيف بعض بقايا الحيوانات، فالامر بيكون سيء شويه. تمام. طيب خلونا نطلع لفاصل لكن قصير جدا جدا، وبعد الفاصل هيكون معانا لسه رفع اذان الظهر مش الان، لسه معانا دقيقتين تقريبا. خلينا نكمل مع حضرتك لسه دلوقتي شويه. تطوير مراكز رئاسيه لمشروع حياه كريمه. اللي احنا شايفينه ده زي حضرتك بتقول زي مركز تجميع البان. مركز تجميع البان مطور عندنا في محافظه الشرقيه 17 مركز تجميع البان مطور، 16 موجودين وواحد تحت الانشاء. هذه مراكز تجميع الالبان ده برضو طبقا لتوجهات مع فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من اجل الحصول على كوب لبن امن لاهالينا وشبابنا هذه المراكز دور الطبيب البيطري فيها بيبدأ من الأماكن وتواجد هذه الحيوانات لصغار المربين. بيبقى فيه إشراف طبي بيطري على الحيوانات اللي بتدر اللبن اللي بيروح لمراكز تجميع الألبان بيتم تحت الإشراف الطبي البيطري. بعد كده اللبن ده بيخرج من مراكز تجميع الألبان وبيروح بعد كده لمصانع إنتاج الألبان. طيب حضرتك اللي احنا شايفينه دي كلها معدات عن طريق مصانع الانتاج الحربي بيتم اعدادها واعطائها لصغار اللي هم اصحاب مراكز تجميع الالبان بفايده متناقصه 5%. عايز اقول لحضرتك بهذه المركز متكون من معمل بيتم الكشف على اللبن فيه، هذا اللبن صالح للدخول. وان مراكز تجميع الالبان دي احنا زي ما قلت لحضرتك 17 مركز على مستوى محافظه الشرقيه. وزاره الزراعه بتعد هذه المراكز للحصول على الايزو حسب 22,000. بيتم عن طريق لجنة ثلاثية معهد بحوث صحة الحيوان ومديرية الطب البيطري والزراعة لجان مرور على هذه المراكز لتجهيزها للحصول على شهادة الايزو. عايز اقول لحضرتك ده اوبشن الدولة بتعطيه لأصحاب مراكز تجميع الألبان مجانا
يعني هذه مراكز شهاده الايزو دي بتكلف اي مركز ما بين 50 ل 60 الف جنيه. الدوله بتعمله مجانا وبتهديه مجانا لمراكز تجميع الالبان الداخله في منظومه تجميع الالبان، تشجيعا كمان للمراكز الاخرى انها تخش في هذه المنظومه. احنا عايز اقول لحضرتك داخل مركز الحسينيه هناك مركز يتم تجهيزه للحصول على شهاده الايزو، بالاضافه كمان مركز في ابو حماد ومركز اخر في مركز بلبيس. هذه المراكز، هذه المنظومه هي منظومه من اجل الحصول على كوب لبن امن. عايز اقول لحضرتك الحيوان بيتم فحصه، اللي بيجيب اللبن بيتم فحصه ضد السل والبروسيلا، فاذا هذا اللبن خالي من السل والبروسيلا. هناك حلب امن، بنعلم اهالينا من صغار المربين كيف يحلبوا حلب امن بحيث ان اللبن ده يبقى نظيف. اللبن ده بيروح مركز تجميع الالبان، بيتم الكشف عن طريق المعمل فيتم قبوله. بعد كده هذا اللبن بيتم فلترته عن طريق فلاتر بيولوجيه. بعد كده اللبن ده بيخش على تنكات حفظ اللبن عند زائد 4 درجه مئويه حتى لا يزيد العد البكتيري، لان عايز اقول لحضرتك كل زياده في درجه واحده من درجه مئويه بتزيد من العد البكتيري. بعد كده بيتم نقل هذا اللبن عن طريق عربات مبرده لمصانع تصنيع هذه الالبان. دور الطبيب البيطري داخل مراكز التجميع هذه المراكز انه بيفحص هذه المراحل كلها، والمعمل بيتم متابعه المعمل. كمان بنتابع كمان ان هذه الالبان بتكون خاليه من الامراض والاوبئه، خاليه من المتبقيات اللي هي خالي من الفورمالين، خالي من متبقيات المضادات الحيويه، خالي من الزيوت النباتيه. يعني في بعض الناس بتصنع لبن من غير لبن من الزيوت النباتيه. بيتم الكشف عن كل هذا داخل هذه المعامل، وبيبقى اللبن كوب اللبن اللي بيخرج من هذه المراكز هو كوب لبن آمن. احنا بنوعي اهالينا ان هم يحاولوا يزيدوا من استثماراتهم في مراكز تجميع الالبان في جميع مراكز محافظة الشرقية باذن الله. وده برضو بفضل العملية الرقابية. هناك قرار 1906 دشنه معالي الاستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للمرور على مراكز تجميع الالبان ونقاط تجميع الالبان برئاسه مديريه الطب البيطري وعضويه مديريه الصحه وعضويه شؤون البيئه للمرور على المراكز الغير المرخصه اللي هي بعيده، وبيتم عمل محاضر وبيتم اعدام اللبن عن طريق الصحه. مديريه الصحه بيتم الاعدام فوري اللي هو اللبن المخلب بيتم اعدامه، وذلك لردع من تسول له نفسه اللعب بهذا المنتج اللي هو يعتبر البروتين العالي الجوده الاكثر استخداما في الاسره المصريه. طيب خلينا نروح اخيرا علشان وقت فقرتنا، المشروع القومي للتحسين الوراثي وتحسين السلالات المصريه وايضا تمصير السلالات الاجنبيه من الماشيه عاليه الانتاج، وكان في نجاحات بالفعل في عمليات تلقيح صناعي وانتاج اكثر من 14,000 راس ماشيه. انا عايز اقول لحضرتك الهيئه العامه للخدمات البيطريه واداره التلقيح الاصطناعي واداره التناسليات هم جنود في هذه العمليه. عايز اقول لحضرتك 113 نقطه للتلقيح الاصطناعي داخل محافظة الشرقية تم تدشينها طبقا لبرضو مشروع فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو التحسين الوراثي وتمصير السلالات الأجنبية عشان نرفع إنتاجية حيواناتنا أو الأبقار والجاموس المصري بالتهجين مع السلالات الأجنبية من أجل زيادة إنتاجيته من الألبان وزيادة إنتاجيته من التحويل الغذائي واللحوم عن طريق سلالات قصيبات السائل المنوي اللي هي الهولشتاين والسيمنتال والسويس براون والجاموسي الإيطالي. ده كله بيتم عن طريق داخل الوحدات البيطرية وداخل هذه النقاط. طب الدولة مدت كل هذه النقاط بالتلقيح الاصطناعي عن طريق مسدسات التلقيح الاصطناعي، قواطع قصيبات السائل المنوي، تنكات حفظ النيتروجين لحفظ قصيبات السائل المنوي. هناك تم توريد تانك نيتروجين داخل مديرية الطب البيطري 6000 لتر بيتم امداد به كل الوحدات البيطرية بالنيتروجين اللي بيحفظ قصيبات السائل المنوي. عايز اقول لحضرتك من يناير 2022 لديسمبر 2022 هناك حوالي 6000 حيوان تم
ولادتهم بناء على هذا التلقيح الاصطناعي وزيادة الإنتاجية في هذه السلالات عن طريق هذه العجول المحسنة وراثيا. النهاردة لغاية من يناير لأغسطس 2023 عندنا 6000، قدامنا 4 شهور ممكن يوصلوا بإذن الله السنة دي 10,000، وبإذن الله السنة الجاية يبقى أكتر وأكتر، وبإذن الله من أجل الحصول أو من أجل برضو زيادة إنتاجية الألبان. عندي داخل محافظة الشرقية وفي مركز الحسينية هناك عجلات عشار محسنة وراثيا تم توزيعها على صغار المربين، 44 عجلة عشار. كان النتاج بتاعهم حوالي 39 عجل عن طريق 38 ولادة، لأن في ولادة كان فيها توينز. بتاع حضرتك متوسط إنتاجية الألبان في هذه الأبقار حوالي 20 كيلو لبن، بدل ما كان قبل كده 4 كيلو لبن بالنسبة للوجبة الواحدة. رائع يا دكتور، رائع، ومعلومات مفيدة جدا جدا استفدنا بيها. والأهم إن احنا شفنا كمان قد إيه في جهود كبيرة جدا بتحصل من مديرية الطب البيطري في الشرقية في الشارع الشرقاوي بشكل عام، بداية من الندوات والفعاليات والقوافل الطبية ولغاية تحسين السلالات. فحقيقة كان مجهود هايل، كان لابد إن احنا نلقي الضوء عليه، وكان لابد إن حضرتك تشرفنا وتنورنا النهارده. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا حضرتك، شكرا جزيلا. السيد اللواء الدكتور ابراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري محافظة الشرقية. دي كانت فقرتنا الأولى مع حضراتكم. خلينا نطلع الفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معنا.